يعني إذا بحاور الدكتور، أكثر تعليقات تجيني بالسناب دكتور عن السحر بالمغرب. أنا بوجهة نظري أشوف موضوع السحر موضوع مبالغ جدا فيه بالمغرب. أنت صارلك 20 سنة بالمغرب، نبى رأيك بهذا. السحر له حقيقة كما هو في اعتقادنا نحن أهل السنة، وأن الكلام على أن السحر في المغرب، لكن الكثير من الناس يقلدون بعضهم عن المغرب في موضوع السحر. السحر في المغرب أن هذا الموضوع الذي هو السحر في المغرب والدعاية عليه هو من باب المبالغة، وأيضا تخويف بعض الناس بعضهم البعض. والمغرب شأنه شأن سائر البلدان، يوجد فيه الخير ويوجد فيه الشر، لكن لم أجد هذه المبالغات والأقاويل التي تقول أن الذي يذهب إلى المغرب يسحر ويفعل به كذا وكذا. الذي يحصن نفسه ولا يتقصد أن يذهب إلى من يعملون هذه الأمور الشعوذة، ولكن في النهاية المغرب ليس فيه ما يقال عنه من السحر. وإن طبق هذا الأمر على كل البلدان في العالم كله، الذي يريد الشيء يجده، لكن المغرب ليس فيه هذه المبالغة. رأي الدكتور، وأنا أقول سحر المغرب جمالها، طبيعتها، حضارتها، أكلها، هواها، ناسها، وأسواقها، ومبانيها، وبحرها، وأنهارها، وديانها. فينا فخر المسلمين أن حكمنا الأندلس 8 قرون بفضل المغرب وأهل المغرب. في البداية طارق بن زياد أمازيغي من المغرب، عقب عبد الرحمن الداخل صقر قريش أمة أمازيغية، وتبعت 4 قرون ثانية تبعت بدولة مرابطين يوسف بن تاشفين. يعني هو السبب أن حكمنا الأندلس 4 قرون ثانية من المغرب. المرابطين وغيرها وغيرها وغيرها. فضل المغرب ما ينكر أبدا.